السلام عليكم. عايزة أحكي لكم النهاردة عن علي عبد العال بائع السمك. صلى على النبي. كل مننا بيصلي عليه. ويلا نحكي الحكاية. ما كانش أبدا مجرد ممثل عابر في تاريخ السينما، لا ده أضحك الملوك، ومن ضمن اللي صنعوا مجد الكوميديا المصرية. ملامحه بسيطة وأسلوبه هادي. اتولد سنة 1910 لأب مصري كان بائع سمك، والأم أرمينية. كان الولد الوحيد لأبوه مع 4 بنات. يسكن في حي باب اللوق، ومحل السمك كمان كان في باب اللوق. والكلام ده كان في عمارة استراند الشهيرة اللي في باب اللوق. درس في مدرسة الدواوين الإعدادية للبنين اللي كانت في شارع نبار باشا. بدايته كانت مع فرقة علي الكسار. بعد كده ظهر في أول تجربة سينمائية سنة 1936 في فيلم غفير الدرك. برغم إن ظهوره الأول كان بسيط، إلا إن بعد كده بقت أدواره مميزة جدا، وحفر لنفسه دور وبصمة في الفن والشارع المصري، وبقاله دايما وسيد ووجود في أفلام علي الكسار. من أشهر أفلامه عثمان وعلي، الساعة 7، سلفني 3 جنيه، ألف ليلة وليلة، نور الدين، والبحارة الثلاثة. لم يقتصر نجاحه على علي الكسار وأفلام علي الكسار، لكنه اشتغل مع كل النجوم اللي كانوا موجودين في الزمن ده، زي مثلا نجيب الريحاني، إسماعيل ياسين، وفريد الأطرش. عمل مع نجيب الريحاني سي عمر وأحمر شفايف، ومع فريد الأطرش بلبل أفندي ولحن الخلود، رسالة غرام، وأنت حبيبي. أما مع إسماعيل ياسين فإسماعيل ياسين بوليس حربي، إسماعيل ياسين بوليس سري، متحف الشمع، والمفتش العام. خلال مسيرته شارك في أكثر من 50 عمل فني بين سينما ومسرح، وجسد فيها أدوار متنوعة، بين صاحب الشغل، بين صاحب التياترو، الخواجة، صديق البطل. وبرغم شهرته الكبيرة، إلا إنه ما تخلاش أبدا عن محل السمك بتاع والده اللي في عبارة ستراند، وكان بيقف بيه أو فيه بنفسه. الوقت لما كانش بيبقى عنده شغل بيبقى واقف بنفسه في محل السمك. وكان دايما بيقول إن الفن ما يتضمنش، والفن ده مش أكل عيش، عشان كده لازم أحافظ على أكل عيشي. وفعلا فضل واقف في المحل لغاية آخر يوم في عمره. من مواقفه الوطنية إنه اتبرع لعبد الناصر سنة 1960 لبناء السد العالي بكل ما يملك. وكان بيقول دايما إن الوطنية مش محتاجة شعارات، محتاجة فعل صادق. وزنه الزايد كان دايما عامل له مشاكل صحية. رحل عن عالمنا سنة 1975، كان عنده 65 سنة، إثر أزمة قلبية مفاجئة ملحقوش يلحقوه للأسف، وتوفى في الحال. حياة بسيطة ورحيل هادي، وفنان كوميدي جميل أمتعنا ببساطته ورقيه وتواضعه. دي كانت حمستنا النهاردة، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.